النهارده بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي 2-1 الأهلي بيوصل للمركز ال 11 من 12 مباراة برصيد 24 نقطة. عقب المباراة كولر قال سر الدفع بموديست إن هو بينفذ كل تعليمات الجهاز الفني، لكن احنا عارفين إن حضرتك أصريت على الصفقة فبالتالي بيلعب على حساب كهربا. قال الشوط الثاني اللعيبة نزلت عندها حالة من الاستهتار واستسهال للمباراة، خطأ ساذج من رامي ربيعة بيكلفنا ضربة جزاء، بيدي فرصة للمنافس إن هو يدخل الجيم تاني. بالمناسبة رامي ربيعة هيغيب المباراة القادمة أمام الجونة للإيقاف، نتمنى سريعا عودة ياسر إبراهيم يلعب بجوار محمد عبد المنعم اللي بيوصل النهاردة لرقم 100 مباراة مع النادي الأهلي. أحمد عبد القادر كل الكيرف ما بيعلى بيدخل في إصابات وإجهاد وإصابات عضلية، نتمنى يعني العودة سريعا. أحمد عبد القادر من اللعيبة الموهوبة. حسين الشحات عاد ولكن مستوى حسين الشحات لسه ما شفناهوش. بالمناسبة بيرسي تاو لو هيلعب كل المباريات قدام الإسماعيلي هيكون هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي. النهارده بنشوف بقى اسيست علي معلول وقيمة علي معلول. تعرف مين هو علي معلول؟ بلمسة واحدة بيوصّلك للمرمى وخلّص يا إمام، وإمام عاشور وماشي لاعب أعلى من أي لاعب في الدوري المصري، ومش هابالغ لو قُلت في أفريقيا في مركزه. إمام عاشور لاعب عالي جدًا، جدًا بكل المستويات. عندنا 3 مباريات قبل موقعة الترجي، أتمنى الأهلي يخلّص في ال3 مباريات فوز معنوي، 9 بونت بيقرّبوا المسافة في رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام قبل موقعة الترجي الموقعة الحاسمة. وكالعادة كل الشكر وكل التقدير ونرفع القبعة للحارس الكبير اللي اتولد كبير مصطفى شوبير، اللي النهارده عنده ال3 تصديات جوه البوكس، كل تصدي بهدف. مصطفى شوبير دايما في الميعاد. نتمنى التوفيق، كل الدعم للحارس الكبير مصطفى شوبير، وبالتوفيق لنادي القرن الافريقي في القادم ان شاء الله.